أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور الشغل. النهاردة معايا دكتور شادي سامي، مدرس طب الأعصاب بجامعة عين شمس، وهنتكلم النهاردة على مرض يعني سمعته سيئة شوية. ناس كتير أوي ما تعرفش عنه، ممكن يكون الحلقة مش مهمة أوي لناس كتير، لكن النهاردة هنتكلم على مرض الصرع. بادئ ذي بدء كده، دكتور شادي، هو يعني إيه صرع؟ بص، انا موافقك جدا في المقدمه الجميله اللي انت بادي بيها الحلقه. هو حتى كلمه صرع، يعني الكلمه نفسها تقيله جدا على المرضى وعلى عائلات المرضى، خصوصا ان في يعني جزء كبير من المرضى بتوعنا بيبقوا اطفال. فالكلمه نفسها بتبقى تقيله قوي عليهم، لدرجه ان احد اساتذتنا الكبار يعني استاذ دكتور اسامه عبد الغني كان بيقترح ان احنا نغير كلمه الصرع دي بحاجه اسمها مرض اضطراب كهربيه المخ، او ذبذبه كهربة المخ. يعني حاجه تبقى احنا قريبين من اللي هو ضربات القلب الزياده او المضطرب. فانا اوافقك جدا في المقدمه اللي انت قلتها. طبعا كلمه الصرع، او خلينا نقول بقى زياده الكهرباء او اضطراب كهربيه المخ، هو مرض شائع. يعني هو مش حاجه نادره، هو رابع مرض بنشوفه في المخ واعصاب يا دكتور مصطفى، بعد الصداع ياه. وبعد الجلطات وبعد الالزهايمر. فانت خلي بالك برضو الجلطات والالزهايمر انت بتتكلم في سن 60 سنه 70 سنه، لكن ده يعني يعتبر ده المرض الاكثر شيوعا بعد الصداع. ففي الكاتيجوري بتاع اللي هو الشباب والاطفال والمراهقين والناس اللي هو المجتمع بتاعنا، آه، اللي هو الجزء الانتاجي الاكبر منه يعني. فهو لا، هو بنشوفه كتير، هو مرض مهم جدا، وانا مبسوط ان انا بتكلم عنه النهارده يعني. التعريف كلمه كهرباء زياده او الصرع يا دكتور مصطفى، هو ان بيحصل فيه نوبتين من التشنجات. نقطتين. نوبتين، يعني ايه تشنج بالبلدي كده؟ التشنج المفروض الخلايا بتاعت الاعصاب يا دكتور مصطفى قاعده هاديه كده ومنظمه جدا وناس محترمه وجميله، يقرر كده شويه خلايا شقيه شويه ان هي تعلي صوتها وتعمل دوشه وتعمل قلبان في الكهرباء بتاعت المخ من نفسها كده. لو الكهرباء دي زياده ممكن تعمل حاجه اسمها نوبه تشنج. والتشنج ده زي ما هنتكلم بعدين بياخد كذا صورة. ممكن ياخد صورة اهتزاز ايد او رجل او حاجة او اغماء او فقدان وعي او ايا كان الصورة بتاعته. دي التعريف بتاع التشنج. النوبتين بقى من التشنجات دي يبقى كده خلاص ده اسمه مريض كهرباء زيادة. فلازم يكونوا نقطتين، يعني مش نوبة واحدة، يعني ما ينفعش نوبة واحدة أقول عليها إن دي المريض لا، ده عنده ينفع. كهرباء زيادة. ينفع. ينفع لو احنا يعني النوبه المره واحده دي بتبقى، يعني انت عارف بره في عيادات كامله بتاعت النوبه بتاعت اول مره دي. يعني هي بتستقبل وبتشوف مرضى النوبه اول مره بس. بنعمل لهم رنين، وبنعمل لهم رنين مغناطيسي على المخ، وبنعمل لهم رسم قلب، رسم مخ صلب، ونحط الحاجات كده جنب بعض وبنحسب الخطر ان التشنجات دي ممكن تتكرر تاني. لو الخطر بتاع ان التشنجات دي تتكرر تاني اكتر من 60%، فانا اقدر كده خلاص يبقى كده ده مريض كهرباء زياده، واقدر ابدا له الدواء على اساس ده. طيب، خليني أسألك سؤال. ناس كتير قوي بتشوف إن الصرع أو الكهرباء زيادة في المخ لازم تيجي معاها تشنجات في إيديا أو في رجلي أو إن أنا جسمي كله يتشنج زي ما الأفلام مثلا كانت بتوري. يعني في أفلام كتير قوي في السينما شافت موضوع الصرع، وكانت بتقول إن لازم يبقى تشنجات شديدة وعنيفة. هل كل أيوة. نوبات الصرع بتبقى ده بالمنظر ده؟ لا خالص، لا خالص يا دكتور مصطفى. يعني النوبات اللي هي الجامده اللي احنا بنشوفها دي بتبقى في حوالي 40% من المرضى. فبقيه المرضى بيبقى التشنجات لا، ما بتجيش كده. ممكن تيجي في صورة اهتزاز بسيط في الإيد أو الرجل بس، فقط لا غير. ممكن تيجي في صورة توهان أو فصلان، يعني الطفل الصغير يفصل تماما ويبرق ولفترة ثواني معدودة ويرجع تاني طبيعي. دي تعتبر تشنجات. ممكن وقعات، يعني إن هو يقع بس مش أكتر من كده، دي في حد ذاتها تشنجات.
عندنا مثلا ان هو ممكن يبقى مجرد نوبة من نوبات اللي هي بيبقى فيه خوف شديد جدا. بعد كده يبتدي ان هو يلخبط، بعد كده يبتدي ان هو ممكن يرجع، او يبتدي ان هو يبقى تايه، وممكن يعمل حاجات غريبة كمان يا دكتور مصطفى. يعني ممكن ينزل يركب الاسانسير وينزل تحت، او يمشي في الشارع، او يقعد في الشقة، بيبقى مش واعي، وبعد كده يفوق. دي خصوصا النوبات الغريبة دي اللي هي اسمها نوبات الفص الصدري، اللي هي التمبرال لوب. دي اللي هي يعني برضو مادة ريتش جدا للسينما، واتعمل عليها أفلام واتقال عليها كذا كذا حاجة. وممكن من هنا يعني بداية الفكرة بتاعت الصرع، وفكرة إن هو لا ده ملموس وده ملبوس، والكلام ده كله بدأت من التشنجات بتاعت الفص الصدري. انا عارف ان في ناس كتير قوي مستغربه هو انا ليه بتكلم على مرض في بودكاست بيتكلم على الطب المهني او على الصحه المهنيه. هنيجي للقصه دي حالا، ويمكن البدايه بتاعت القصه دي خليني اسالك هو ايه في حاجات ممكن تحصل حواليا تدخلني في النوبه؟ يعني هل الشخص اللي بيجيله نوبات الصرع بتجيله لوحدها كده، ولا ممكن تيجي حاجه تزودها او تخليها تيجي؟ بص، المرضى التشنجات او الكهرباء الزياده بتاعت المخ بيبقى عندهم حاجه اسمها تريجر. يعني ايه تريجر؟ زي المسدس كده، حد بيدوس على الزناد بتاعه فبيحصل، بيطلع الطلقه او بيحصل الحاجه. فهي كل مريض ليه التريجر بتاعه، او الحاجه اللي ممكن تدخله في نوبات، والمريض بيبقى عارفها، وانا برضو ببقى عارفها. يعني انا لما اجي اعمل رسم المخ مثلا لمريض، ببقى عارف ان هو مثلا المريض ده انصحه ان هو ينام نوم كويس، المريض التاني انصحه ان هو ما يتعرضش لانوار عاليه مثلا زي ما هنتكلم دلوقتي. فكل مريض بيبقى له التحذيرات، او بيبقى له الحاجات اللي هو يتفاداها عشان خاطر النوبات ما تحصلش. من اكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها هي النوم. يعني لما المريض مثلا يسهر فترات طويلة، ممكن ده يدخله في نوبات. تاني حاجة اللي هو التلفزيون أو الفيديو جيمز أو الأنوار العالية دي، ده جزء مهم جدا. قبل ما أبدأ فيه بس أنا عايز أقول لك إن الناس اللي هي بيجي لها تشنجات أو بيجي لها نوبات كهرباء بسبب التلفزيون، او بسبب اللي هم مرضى الكهرباء اصلا بس النوبات بتاعتهم بتزيد او بتحصل اكتر مع التلفزيون او الفيديو جيمز او الاضاءه او الحاجات دي، النسبه دي لا تتعدى ال 5% من مرضى الكهرباء زياده. عكس ما هو يعني شائع ان هو كل مرضى الكهرباء كده، لا. في 5% ممكن زياده، النسبه زياده شويه في الاطفال، بس النسبه دي هي دي نسبة الناس اللي احنا بننصحهم على التلفزيون وعلى الفيديو جيمز وعلى الكلام ده كله. اللي بيأثر عليهم يا دكتور مصطفى في الأنوار هي الأنوار الجامدة اللي هو فلاش جامد جدا، والأنوار اللي متقطعة اللي هو نور يطفي ويفتح، يطفي ويفتح، اللي هو يرعش. هو ده اللي بيبقى فيه المشكلة الجامدة. خليني اقول اه. لك ان من واقع شغلنا ساعات بيبقى فيه حاجات في الشغل في بيئة العمل تعمل القصة دي. يعني مثلا لو أنا جيت مم. عملت كشاف نور وحطيت تحته مروحة، ايوه. ده ايوه very common بالظبط. بيتعمل في أماكن كتير جدا، ده ممكن يبقى تريجر. بالظبط. يعني أنا أفتكر أنا كمصطفى كشخص يعني أنا ما بيجيليش صداع نصفي، بس المرة الوحيدة اللي ايوه. جالي فيها صداع نصفي كنا في نبطشية بالليل، وكان في اللي بحكي لك عليه ده بالظبط كشاف وتحتيه ايوه. مروحة. قعدت نص ايوه. ساعة في الأوضة دي وبعدها صداع نصفي زي ما الكتاب بيقول، ما جاليش تاني، وهو المرة الوحيدة اللي جالي فيها بس بسبب أنا متأكد إن هو ايوه. كان بسبب هذه المروحة. يعني احكي لك برضو قصة حلوة كده على الموضوع برضو بتاع الانوار والتلفزيون والحاجات دي. انت عارف طبعا البوكيمون وبيكاتشو والحاجات دي، فاكرها طبعا. كان أكيد. في سنة 97 اذاعوا حلقة في اليابان بتاعت بوكيمون، كان فيها المشهد ده. المشهد ما تعداش دقيقة او دقيقة ونص، كان فيها انوار جامده جدا، فلاشات، والفلاشات اتكررت يعني طفت ونورت اكتر من 3 مرات في الثانيه. فال3 هرتز او ال3 مرات في الثانيه ده ممكن يعمل نوبه كهرباء. فنتيجه للمشهد ده حوالي 400 طفل ياباني دخلوا المستشفى بسبب التشنجات. كانت مشكله ياه. جامده، ومن ساعات يعني دي اول مره اعرفها يعني المعلومه دي وانا بحضر كده للبودكاست، اول مره الصراحه اعرفها. وكانت مشكله جامده، وبوليس بقى، والاسهم بتاعت نينتندو وقعت، الحوار كبير جدا. بعد كده بداوا بقى يعملوا البريكوشنز بتاعت ان اي مسلسل كرتون او اي حاجه بتتذاع على التلفزيون بقى ليها ان الانوار دي او معدل الانوار ده ما يبقاش موجود. احنا عندنا في مصر ايه اللي نقدر نعمله؟ ان احنا ال سي دي، الشاشات ال سي دي دي اللي ما بيبقاش فيها الفليكر، يعني دي اللي ما بيبقاش فيها فكره الايه،
الومضات او الترددات اللي ممكن تدخل مرضى معينين من الكهرباء في تشنجات. معلش يا دكتور شادي، سؤال بقى صغير. دلوقتي احنا عندنا في الشغل بقى، لو انا عارف ان انا عندي اه، موظف، والموظف ده انا عارف من الاول ان هو عنده كهرباء زياده، واحنا كويس. من الاول ننصح انا شخصيا دايما بنصح اي حد عنده اي مرض ان هو داخل ايوه، الشغل ان هو يقول انا عندي المرض ده. يقول. مش عشان تمام. انا دايما بقول كده ان احنا نعمل ديسكلوجر، ان احنا لازم نقول ان انا عندي المرض ده. كلوش. طب ليه؟ تمام. عشان يقدر الشغل يتخذ الاجراءات اللي تساعدك، مش اللي تبقى ضدك. فاحنا ايوه، دايما بنفكر فيها ايوه، بالطريقه دي. فتفتكر ايوه. او تقول لي انا ازاي في بيئه الشغل اوفرها واحسنها ليه، وايه هي ممكن تكون التحديات اللي هتقابل شخص عنده كهرباء زياده في الشغل بتاعه، التحديات المختلفه. بص، يعني عشان بنشوف مرضى كتير ومنهم اطفال، انا بحب برضو اضم المدرسه مع الشغل. يعني هي برضو بيئه الطفل بيقضي فيها معظم وقته، فهي شبه الشغل شويه. المرضى، يعني انا شبه بيتاكد لي ان في ناس كتير للاسف، مدارس واصحاب اعمال، بيرفضوا الابليكيشنز من الاول خالص لمجرد ذكر فكره او كلمه ان المريض او سوري الطفل او المتقدم عنده تاريخ مرضي للكهرباء الزياده. ودي حاجه اتاكدت لي كذا مره، ودي حاجه محزنه جدا. يعني الامراض بتاعه المخ واعصاب كلها مهاش ابيض واسود يا دكتور مصطفى. يعني ما فيش اللي هو ده عنده كهرباء زياده ولا ام اس يبقى هو خلاص، يبقى هو حياته انتهت، يبقى الدنيا وحشه جدا، مش هيعرف يطلع بره البيت، هيعيش طول عمره بالادويه، ولا هيلعب رياضه ولا يشتغل. المفهوم ده خاطئ جدا 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 يعني. يعني وعندك مثال واضح جدا، التوحد. يعني انت التوحد دلوقتي ما بقاش اسمه توحد، بقى اسمه ايه؟ اسمه طيف توحد، بقى سبيكترم. معايا يا دكتور مصطفى؟ بالمناسبة أنا عندي حلقة حلوة قوي معمولة على النيورو دايفرستي، كنت عملتها مع دكتور حسين حلو. الخولي، تقدر تبص عليها، هي هايلة يعني. فهي الفكره كده، في ناس عندها اللي هو طيف توحد، ناس زي بعظمه بيل جيتس وايلون ماسك وجاك نيكلسون، وناس يعني جامدين جدا جدا وناجحين ونجحوا وعملوا انجازات رهيبه وعندهم طيف من المرض. هو نفس الكلام برضو بالنسبه للكهرباء الزياده. فاي صاحب مدرسه او اي صاحب شغل لما يجي له حد متقدم او طفل عنده تاريخ مرضي بالكهرباء، اسال وافهم الاول، عشان صوابع ايديك مش زي بعضها. في ناس واحد بيجي له تشنج بالليل مرة كل مثلا فين وفين، وبقاله سنتين ولا ثلاثة زي الفل، والدكتور أصلا احتمال يسحب له الأدوية السنة الجاية. طب ما هو ده الدنيا كويسة خالص معاه، يعني خلاص فاضل له حبة بسيطة ويبقى طبيعي خلاص 100% ولا في حاجة عليه. وفي نفس الوقت في اللي هو الحالات اللي هي اللي بتبقى مستعصية او الصرع المستعصي اللي بيجي لهم نوبات كتير جدا، بس دول ما بيتعدوش 20% من اجمالي الحالات. حرام ان انت تظلم ال 80% اللي هم يقدروا ان هم يشتغلوا ويجيبوا لك فلوس ويعملوا انجازات جامدة جدا، ويخش لك المدرسة ويلعب رياضة ويعمل بطولات طبيعي 100%. حرام ان انت تخسرهم بسبب مفهوم خاطئ. ده اللي بيصعب على الواحد يعني. لما يجي لك حد زي كده اتكلم معاه، افهم هو النوبات دي هو خلاص الدنيا تحت السيطرة ولا لسه بيجي له نوبات؟ شكل النوبات ايه؟ بتحصل له الصبح مثلا ولا بالليل؟ لازم بقى الدكتور بقى هو يبقى برضه كاتب له زي تقرير، كاتب له جواب شارح الحالة بتاعته عاملة ازاي. هل في احتمالية انه ممكن يجي له بعد شر النوبات في الشغل او في المدرسة، ولا النوبات دي بتحصل له بالليل؟ انت خلي بالك ان في جزء كبير جدا من النوبات ممكن يبقى بالليل بس، يعني ما بيحصلش الصبح. هو كده ما بيحصلوش الصبح. في الأطفال في نوع من أنواع الكهرباء الزيادة اللي هي اسمها الرولانديك أو الصرع الرولاندي، ده ما بيجيش غير بالليل. هو ما بيجيش غير بالليل، ونوع حميد جدا. ويعني في دكاترة كتير على مستوى العالم ما بيكتبوش دواء ليه أصلا من كتر ما هو حميد وبيروح لوحده. فهي الفكرة كلها، أول حاجة افهم المرض، افهم من المتقدم، افهم من الطفل، افهم طبيعة المرض وشكل المرض عامل ازاي. ده بالنسبة للجزء الأولاني يعني. الجزء التاني بقى، بيئة العمل بتوفر ايه او بتعمل ايه؟ طبعا مهم جدا ان انت الاهم حاجة الامان. يعني هي لو حد مثلا بيشتغل في حاجات اللي هي كاتنج، حاجات مثلا حادة، بيقطع حاجة، ممكن بعد الشر ممكن لو جات له حاجة ممكن ايديه تتاخد او يتعور او حاجة، فدي حاجة مهمة. الناس اللي بيشتغلوا على سقالات او على حاجات اماكن مرتفعة، دي حاجة مهمة جدا. الناس اللي بيشتغلوا لوحدهم،
اللي هو مثلا امن او حارس في حته ارض فاضيه في صحراء، يعني حاجه بعيده لوحده ما بيشتغلش عليه مراقب او حد سوبرفايزر. الناس اللي بيشتغلوا بالليل بس، الناس اللي بيشتغلوا شفتات، الناس دي كلها في في نسبه الخطوره بتاعتهم اعلى شويه. ومن هنا بقى بيجي الدور بتاع دكتور مصطفى، ان هو بيعمل حاجه اسمها تقييم الخطر. انا اعرف المريض هل هو الدنيا كنترول، الدنيا كويسه، ما بيجيلوش تشنجات، بيجيله تشنجات بالليل بس. يبقى مثلا المريض زي ده ما ادهوش مناوبات بالليل، اخليه الصبح بس مثلا. اخلي لو بعد الشر بيجيله نوبات، هل بيبقى قبلها اعراض ولا لا؟ ما هو انت خلي بالك 80% من مرضى النوبات الجزئيه بيجي له قبلها علامات كده بسيطة بتعرفه إن هي هتجيله. إيه؟ أحس بشوية تنميل، شوية دوخة، شامم حاجة غريبة، خايف شوية، يعرف إنها هتجيله خلال مثلا دقيقتين ثلاثة. دقيقتين ثلاثة دول كافيين إن هو لو في إيده شغل يبطله ويقعد، والنوبة تخلص ويقوم يكمل شغله عادي خالص ولا في أي حاجة حصلت. فده مهم جدا. الحاجات بقى السيفتي كده كده دي حاجة مهمة، سواء هو عنده مرض الكهرباء الزيادة أو لا. بس طبعا لو عنده مرض الكهرباء الزيادة فده هيبقى فيه ستريس جامد جدا عليه. يعني مثلا حاجات الكاتنج بقى دلوقتي بقى فيها سيفتي، ان انا لو يعني اول لما حاجه تلمس الحديده اللي عماله تقطع دي، اوتوماتيكالي ممكن تقف. الناس اللي بيطلعوا على سقالات وحاجات بتربطوا كويس جدا، عشان حتى لو حصل حاجه يبقوا في عنصر امان قوي جدا ليهم. قاعدين لوحدهم دلوقتي بقوا، يعني الكلام ده بره، يا رب ان شاء الله التكنولوجي دي توصل، يعني ان بيلبسوهم حاجات زي سمارت ووتش او حاجات زي كده، انه لو حس الساعه حست بتغير في ضربات القلب، او حست ان هو بقاله كتير قاعد، او حست ان في واقع تغيرات على جنب. بتحصل في جسمه. اه، وقع على جنب، ايده اتحركت بزياده، نطرت زياده، فيعرف ان النوبه غالبا جات له، فيبتدي ان هو يبلغ، يبعت المكان الجي بي اس بتاعه، يبعته مثلا للدكتور بتاعه او للمستشفى او للسوبرفايزر بتاعه، اساسا انه يجي يشيك عليه. فكل دي حاجات يعني بصراحه جميله جدا يا دكتور مصطفى، على ان احنا ازاي نخلي البيئه سيف. واهم من انها تبقى امنه، انها تحتوي المريض، ان احنا ما نقولوش نقفل الباب ونقول له لا معلش انا اسف هخرجك كده من بره. دي جريمه يعني اللي انت بتعملها دي. اقعد اتكلم معاه، افهم المرض كويس قوي قبل ما تقول اه او لا. ولو قلت اه وده العادي يعني، بتوفر له بيئه سيف ليه بعد ما تفهم منه من الدكتور بتاعه الدنيا ماشيه ازاي. اقدر افهم من كده ان انا محتاج ان انا ابقى فاهم الاول النوبه هتجيله من ايه، وايه الحاجه التريجر زي ما انت قلت اللي ممكن هيكون هيجيب له المرض، وبالتالي احاول ان انا وانا بعمل بيئه العمل ان انا ابعده عن هذه التريجرز. فمثلا لو انت زي ما انت بالظبط. قلت كده، لو حد بيجي من السهر فانا ابعده عن النايت شيفتس. وعشان كده لازم بالظبط. يكون في تواصل دايم ما بين دكتور الشغل اللي هو الاوكيبيشنال هيلث اللي شغال في الشركه، بالظبط. ونيورولوجيست اللي هو حضرتك، يبقى في تواصل بيننا وبين بعض، بالظبط. سواء عن طريق بورتس، او حتى ممكن ارفع سماعه التليفون واكلم الدكتور بتاعه عشان افهم بالظبط. ايه بالظبط. اللي احنا المفروض نعمله لهذا العامل. طيب، سؤال دايما بنتسأله: طب افرض انا دلوقتي انت قلت ان في بعض النوبات بيبقى يجي قبلها حاجات كده تقولي ان النوبه هتيجي. طيب لو النوبه هتيجي مقدمات، وانا اه. هبدا خدوا بالكم انا هيجي لي نوبه كمان شويه، او انا حاسس ان هيحصل لي حاجه، ايوه. فلطيف ان احنا نبقى عارفين الزمايل اللي حواليه انا هتعامل ازاي لو هو جاله النوبة. م. يعني لو حد جاله نوبة، ونفترض ان هي النوبات الشديدة اللي بيتشنج فيها وبيقع على الارض ايوه. اللي احنا عارفين لها، آه، هم يعملوا ايه؟ لان بص، الحتة دي بالذات ايوه. بتسمع بقى كل مدرسة اه. شغالة، اللي ايوه. يقول لك كتف فوق، واللي يقول لك لا ما حط تجيش حط ناحيته، صباعه، حط صباعك في بقه. حط صباعك في بقه، حط قلم في بين سنانه، كل ايوه. الحاجات اللي انت بتاعتي. يعني مش هلاقي حد احسن منك يقول لي نعمل ايه. فنعمل ايه لو حد وقع في وسطينا واحنا عارفين ان هو بيجي له لا، تشنجات وجاي له؟ سؤال طبعا مهم جدا جدا. بص، هو يعني اهم حاجه هو ان هو يبقى على ارض ما يتاذيش منها. يعني اهم حاجه ان اي حاجه ممكن تاذيه نبعدها عنه. يعني لو مثلا حواليه في سلك كهرباء او حاجه عريانه نبعدها. لو حواليه في حته ازاز او حاجه من الحاجات اللي ممكن تعوره وهو بيتشنج نبعدها عنه. اهم حاجه الامان بتاعه، ده اهم حاجه. الوضع المفضل او الوضع الاحسن ان احنا بيبقى نايم على جنب، عشان لو في اي افرازات او اي مثلا بعد الشر لو عض لسان ولا حاجه وفي دم نزل، يبقى على جنب، ما يبقاش ما يبلعوش. فعلى جنب، ان هو ان احنا ننيمه على جنب، ده مهم جدا.
معظم النوبات اذا ما كانتش مثلا 80% من النوبات بتخلص لوحدها، يعني هي مش بتطول. طبعا انها تطول اكتر من 5 دقائق، دي المشكله، انها طولت اكتر من 5 دقائق دي تستدعي ان احنا نكلم الاسعاف والكلام ده كله. الحاجات المهمه جدا 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 اللي حضرتك يا دكتور مصطفى قلتها، ان احنا ما نحطش حاجه في البق، مهم جدا. هتحط خشب، هتحط صباع، هتحط حديد، هتحط اي حاجه هتاذيه اكتر ما هتنفعه. الوضع ان انت تجيبه على جنب، ولو تقدر ترجع راسه ورا شويه ده بيفتح مجرى الهواء وما تقلقش من حاجه خالص. لكن ان انت تحط حاجه في بقه دي ممكن تاذيه، ممكن يبلع حاجه من الحاجات اللي اتكسرت، ممكن يعور لسانه، يعور بقه، دي حاجه غير مستحبه تماما. من الحاجات بقى المهمه جدا، يعني لو احنا عملناها يبقى بص عملنا حاجه عظيمه جدا جدا جدا. ان الحاجات دي ممكن تتعامل ككورسات للناس اللي هم بيتعاملوا في، يعني في شغل في ناس كتير، يعني مثلا اصحاب مصانع، المشرفين بتوع المصانع، المشرفين بتوع المدارس، النيرسز والدكتورز بتوع المدارس، النيرس والدكتورز بتوع التمريض والدكاتره بتوع الاشغال. الناس دي مهمه جدا انها تاخد توعيه في النقطه دي. يعني ايه كهرباء زياده؟ لو حصل نوبه كهرباء تعمل ايه؟ حاجه شبه كده الكورس بتاع الانعاش القلبي، اللي هو لو حد بعد الشر قدر الله قلبه وقف قدامك ازاي تقدر تتصرف. الحاجات دي مش يعني مش رفاهية. الحاجات دي مهمة جدا، الحاجات دي انقاذ حياة. يعني احنا شفنا وانت شفت طبعا حاجات كتير جدا ما مشيتش حلو عشان خاطر تأخير في لما القلب وقف ما حدش يشتغل عليه. ان بعد الشر حصلت نوبة تشنجات، بس حصل تعامل خاطئ، حصل كسر، حصل خلع، حصل التهاب رئوي، حصل مشاكل جامدة كان ممكن تفاديها، وكان ممكن ان الحياة الغالية دي تنقذ بحاجة مش يعني حتى ما تحتاجش موارد، يعني مجرد فيديو، مجرد محاضرات، مجرد كورسات خفيفة جدا. يعني لو يعتبروها من اساسيات التعيين في الاماكن اللي ممكن يتعرض فيها لحاجه زي كده، دي تبقى حاجه جميله جدا وحاجه فعلا تنقذ حياه ناس كتير جدا. ما هو ده بارت من اللي احنا بنعمله في البودكاست هنا، ما هو ده جزء منه. احنا بنوعي الناس وبنوعي بالظبط. الدكاترة وبنعرف الناس في الشغل يعملوا ايه. هيبقى عندي سؤال ناس كتير هتبقى عايزة تسأله محرجة كده. طيب انا عرفت دلوقتي، انا حد بعين ناس في شركة عندي، وعرفت ان فلان ده عنده كهرباء زيادة، وانا عرفت شكل النوبات اللي عنده مثلا بيفصل او حاجة، وبياخد الدواء بتاعه. تفتكر تمام. الأدوية دي ممكن تأثر عليه بشكل أو بآخر، وده يكون ينعكس عليا في الشغل، ولا الأدوية مش هتأثر خالص؟ ده سؤال حلو، ككل سؤال ما شاء الله عليك. يعني بص الادويه برضو كل حاله بحالتها. بس خليني اقول لك ان الادويه دلوقتي بقى في ادويه جديده، يعني احنا بقى لنا مثلا حوالي 15 سنه ولا 20 سنه في ادويه القديمه او بنسميها ادويه الجيل الاول. ادويه الجيل الاول دي اللي هي بتعمل مشاكل شويه في الذاكره والتركيز والكلام ده كله. لكن مع ظهور بقى الجيل الجديد من الادويه، المشكله دي لقيناها انها بتقل جدا جدا جدا. الادويه اللي بتاثر على الذاكره وعلى التركيز وعلى سرعه البديهه، الحاجات دي كلها يعني بدات انها تقل. لكن خليني اقول لك ان مش كل مريض يعني بينفع له الادويه الجديده. يعني في انواع معينه من التشنجات هي نسبه قليله مش نسبه كتير، لكن النسبه دي ما بتتحسنش غير على ادويه الجيل الاول او على كومباينيشن، يعني ده احط دوايين مع بعض. فالادويه الجيل الاول او ان كذا دواء يبقوا مع بعض ممكن ياثر بشكل بسيط على التركيز. ودي حاجه من الحاجات اللي المفروض برضو الدكتور عن طريق تواصله مع دكتور الشغل يبقى هو مفهمه الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. الاستيعاب اخباره ايه، هو بياخد ادويه ايه، عشان دي برضو حاجه مهمه جدا. مواعيد الادويه برضو، لو حد مثلا بياخد الادويه 3 مرات يبقى هو عارف ان في الوقت ده محدش لا الشغل مهم، لا ميعاد الدواء، ميعاد الدواء دي حاجه مهمه جدا. فهو رد على سؤالك ان حاليا الموضوع بتاع ان الادويه بتاثر على الذاكره والتركيز، الموضوع ده قل جدا جدا مع الادويه الجديده. لكن فيه جزء صغير من المرضى لسه ماشيين على الادويه اللي هي الجيل الاول. عارف، أنا كل ما بشتغل في البودكاست ده، أو كل ما بشتغل عموما في الطب المهني،
بكتشف ان احنا، بص هو انا اقول لك التعبير الانجليزي بتاعه تailoring، احنا بنفصل بجد ايوه. حاله، وبنفصل كل حاجه على حسب الحاله اللي قدامك. انت ما صح. ينفعش تعمل الوان سايز فيتس اول او المقاس الواحد لكل الناس في كل حاجه. يعني ما ينفعش اقول مرضى الصرع مش هاخدهم معايا في الشغل، مش صح. منطقي. صح. مش كل مريض صح. صرع، او ممكن مش كل مرضى الكهرباء زياده مش هاخدهم معايا، مش كلهم زي بعض، مش كلهم نفس الحاجه، ومش كلهم هينفعوا في نفس الشغلانات. بالعكس، يعني انا اقدر اقول لك ان في بعض الشغلانات لو انت حطيت فيها ناس دي هيبقوا كويسين جدا، في بعض الشغلانات تانية ممكن تعمل لهم تريجر، وفي شغلانات فعلا ممكن تبقى خطر بجد. يعني صح. هقول لك مثلا، ما ينفعش تشغله لحام تحت الميه. اه، غطس او حاجه. اه يعني مش هشغله في غطس، دي هتبقى صعبه، لانه لو جات له الفت وهو بيغطس او هتبقى صعبه، لكن في نفس الوقت ممكن يشتغل حاجات تانية كتير. ففي حاجات انت بتفصل كده، العيان ده ينفع معاه كذا صح. وما ينفعش يبقى ده زي ده. فعشان كده التواصل والطريق اللي رايح جاي ما بين الدكاترة المتخصصين زي حضرتك يا دكتور شادي في تخصصاتهم ايا كانت التخصصات، مع دكاترة ايوه. الشغل اللي هم زي حالاتنا، يعني لازم ده يكون مفتوح عشان يقدر نوصل لأحسن حاجة بالنسبة للعمال أو للعاملين بشكل عام في الأماكن المختلفة. انا معاك 100% في اللي انت بتقوله طبعا. آخر حاجة، لو أنت عايز تقول نصيحة بشكل عام للناس، أو لو أنت عايز تقول حاجة بشكل جنرال. يعني انا صدقني، يعني الحاجه اللي عايز اقولها اللي هو ما تخلوش اللي هو الناس تحس ان المرض بتاع حاجه زي الكهرباء الزياده ده عائق ومرض مزمن ومرض ملوش علاج وحاجه جامده، ما تصعبوهاش على الناس. مرض زي اي مرض في الدنيا، زي الضغط زي السكر، بنفهم متطلبات الطفل، متطلبات المتقدم على الوظيفه. الناس دي يعني بيبقى عندهم طاقات جامده جدا زيهم زي اي حد، مفيش اي فرق ما بينهم. فحرام ان انت تضيع عليك فرص غاليه جدا وفرص كويسه جدا في الشغل وفي الرياضه وفي المدرسه، عشان خاطر انت مش فاهم كويس عن المرض ومش متقبل فكره ان المرض ليه درجات وليه اشكال وليه الوان، وان عادي جدا يبقى حد عنده مرض كهرباء زياده والدنيا كنترول ومنتج زيه واحسن منه كمان. أنا بشكرك جدا يا دكتور شادي إن أنت كنت معايا، وإن شاء الله بإذن الله توعدني إن أنت تبقى معايا في حلقة تانية إن شاء الله بقى نتكلم على الله. الصداع. لا، عينيا آه، طبعا، عينيا، وميرسي ليك وميرسي ان انت اديتني الفرصه الجميله دي ان انا ابقى مع الناس. نشوفك على خير، وبشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.